دي نقطة التحول بين الإنسان التقليدي وبين ما نسميه الديجيتال نوماد أو الرحالة الرقمي. في فرص عمرها ما كانت موجودة قبل كده، ودي الميزة في الموضوع، إنك تقدر تشتغل من أي مكان، تعيش في أي مكان، تختار حياتك بنفسك، وده بالظبط اللي احنا هنتكلم عليه في السلسلة ديت. أهلا وسهلا بكم، أنا دكتور إيميجريشن، أكبر صانع محتوى في مجال الديجيتال نوماد في الوطن العربي على السوشيال ميديا. خلينا نخش في الحلقة على طول. احنا النهاردة هنتكلم على شغل، ولكن مش بالطريقة التقليدية اللي بتسمعها في اي مكان. اللي هتسمعه دلوقتي مش محتوى تحفيزي وخلاص، ده شرح واقعي جدا ليه ملايين من الناس في 2026 بدأت تفكر تفكير واحد بس: ازاي ان انا اعيش الحرية، وازاي انا اخرج من دوامة العمل التقليدي. طب استنى كده، عشان قبل ما نكمل هنسأل سؤال سريع جدا. لو شغلك اتقفل بكرة، او الشركة قالت لك مفيش شغل من المكتب تاني، هل ده هيبقى أسوأ يوم في حياتك، ولا ده هيبقى حياة جديدة وبداية رائعة؟ خلينا نبدأ من هنا. في 2026 في حاجات كتيرة اتغيرت، وحاجات كتيرة حصلت، وفي ناس خدت بالها منها وفي ناس ما خدتش بالها منها. يعني ايه الكلام دوت يا دكتور؟ يعني شركة كانت بتوظف 500 شخص بقت بتوظف 200 شخص. يعني وظيفة كانت مضمونة بقت عقد مؤقت. يعني موظف كان بيحس بالأمان بقى كل شهر قلقان إن ممكن في أي لحظة يمشوه. طب استنى، لأن مش بس كده، في نفس الوقت في حاجة تانية بدأت تكبر بشكل مرعب وبسرعة، وهي العمل عن بعد. بس مش شغل من البيت وخلاص، لا، ده تحول كامل لطريقة التفكير، طريقة الحياة والشخصية كمان. خليني أقول لك جملة ممكن تغير طريقة تفكيرك. اللي كان لازم زمان يروح الشغل كل يوم بقى دلوقتي يقدر يشتغل من أي مكان في العالم، من القاهرة، من اسطنبول، من بانكوك، من دبي، من لشبونة. نفس الشغل، نفس الدخل، بس بحياة مختلفة. هنا بقى في سؤال حقيقي: ليه أعيش في بلد غالي وأنا ممكن أعيش في بلد أرخص بنفس الدخل؟ طب استنى، ما تستعجلش على الإجابة. في نقطة أهم من كل ده. الناس بدأت تفكر وتكتشف حاجة اسمها cost of living، أو تكلفة المعيشة. يعني إيجارات بتزيد، أكل بيغلى، مصاريف يومية بتاكل الدخل. حتى الناس اللي دخلها كويس ومرتاح بقت حاسة إنها بتجري في مكانها، لازم كل يوم أزود دخلي عشان أقدر أتواكب مع الكوست اوف ليفينج. وده أخطر شعور ممكن يوصل له أي إنسان. أنا بشتغل كتير وبزود دخلي وبزود شغلي، بس حاسس إن أنا مش بتقدم. هنا بالظبط ظهر الجيل الجديد، جيل مش بيسأل أشتغل فين، بس بيسأل أعيش فين وأنا شغال. طب اسمع الجملة دي كويس. دي نقطة التحول بين الإنسان التقليدي وبين ما نسميه الديجيتال نوماد أو الرحالة الرقمي. خليني أرجع خطوة لورا. في ناس لسه فاكرة إن الديجيتال نوماد يعني واحد قاعد على الشاطئ بيفتح اللابتوب وبيشتغل ساعة ويقفل. الصراحة ده مش حقيقي، لأن الحياة دي أعمق بكتير. الديجيتال نوماد الحقيقي أو الرحالة الرقمي ده شخص شغله مش مربوط بمكان. مش مهم يكون فريلانسر أو موظف أو صاحب بيزنس، المهم حاجة واحدة بس: هل تقدر تكسب فلوسك وانت بتتنقل بين الدول؟ لو الإجابة نعم، فانت داخل اللعبة دي سواء عايز أو مش عايز، واللعبة دي بتاعتك وهتكسبك فلوس كتير جدا. طب استنى كده، عشان هقولك على حاجة ممكن تزعلك شوية. أغلب الناس اللي بتسمع الكلام ده عندها جزء من الحياة دي بالفعل، بس مش واخدة بالها. لو بتشتغل أونلاين، لو عميلك في بلد تانية، لو بتقبض بالدولار أو اليورو أو أي عملة أجنبية، لو شغلك ملوش علاقة بمكتب ثابت، انت أقرب لحياة الديجيتال نوماد مما تتخيل. بس المشكلة إنك لسه عايش بعقلية مكان واحد. فخلينا نكمل كده ونشوف إن في 2026 حصلت حاجة تانية مهمة جدا. العالم كله بقى مفتوح أكتر من أي وقت سابق. في مصطلح اسمه جلوبال موبيليتي، يعني تقدر إن أنت تعيش وتتنقل في أي مكان. وده طبعا مفهوم واضح، ويعني السفر بقى أسهل، الإقامات بقت أكتر، الدول بدأت تتنافس مع بعضها إنها تجيب ناس شغالين أونلاين يعيشوا عندها. طب ليه يعني الكلام ده؟ لأن الدول فهمت حاجة بسيطة: الشخص اللي بيشتغل أونلاين وبيكسب من بره البلد هو اقتصاد ماشي على رجله، بيجيب فلوس من بره وبيصرف جوه البلد. وده سبب ان اوروبا، دبي، دول كتير في اسيا كلهم بدأوا يفتحوا حاجة اسمها ديجيتال نوماد فيزا او اقامة الديجيتال نوماد. بس خلينا نوقف هنا لحظة وركز معايا كويس قوي في اللي هقوله ده. كل اللي بنحكيه ده مش هدفه انك تسافر وخلاص، لا، الهدف الحقيقي اعمق بكده بكتير. انا عايزك تتحرر من فكرة ان حياتك مربوطة بمكان واحد.
طب استنى كده، خليني اديك مثال بسيط جدا. تخيل موظف في مدينه غاليه جدا بياخد 3000 دولار. نفس الموظف ده بنفس الشغل لو عايش في بلد ارخص هيحس ان هو بقى غني. نفس الدخل بس حياه مختلفه 100%. ده اسمه جيو اربيتراج. بس مش هشرح المصطلحات دلوقتي لان احنا لسه في البدايه ولسه قدامنا حلقات كتيره هنشرحها بعدين. خليني بس ارجع للسؤال الاساسي: ليه الناس كلها بدات تهرب من الحياه التقليديه؟ الاجابه بصراحه مش سبب واحد، دي عدة عوامل، يعني ممكن 4 أو 5 عوامل كبار بيضغطوا على الناس في نفس الوقت. أول حاجة، الوظائف التقليدية بقت أقل أمان بكتير. تاني حاجة مثلا الأسعار بتغلى كل شوية وبقت أسرع من الدخل. تالت حاجة، الناس بقت شايفة العالم على الموبايل وعايزة تعيش فين وأنا بشوف الدولة الفلانية ونفسي أروحها وهكذا. رابعا، الإنترنت فتح باب ما كانش موجود قبل كده خالص. بس في نقطة أخطر من كل ده: الناس بقت تقارن حياتها